الموشح باللون الأخضر يواجه أمانة بغداد بالزي الأخضر والأسود. مباراة تقام في ملعب أمانة بغداد في العاصمة بغداد. مباراة مهمة طبعا للفريقين لمغادرة الأماكن المهددة طبعا بالهبوط إلى الدوري الممتاز، على اعتبار أمانة بغداد المركز 18 ب 11 نقطة، بينما نفط الوسط بالمركز الأخير وب5 نقاط. هاني شاكر طبعا كان بالصورة حارس مرمى فريق نفط الوسط. وأمانة بغداد طبعا يبقى القوى الجوية بالصدارة ب 33 نقطة بعد الشرطة 28. مباريات مهمة تقام في هذا اليوم، الكرخ مع نفط ميسان، شرطة مع الزوراء في ديربي العاصمة. وغدا طبعا ختام مباريات هذه الجولة، نفط مع النجف وأربيل مع نوروز هناك في أربيل. إذا صافرت الحكم مهند مناف ومباراة أمانة بغداد ونفط الوسط لحساب الجولة 13 من دوري نجوم العراق المرحلة الأولى موسم 23-24. فريق الأمانة طبعا على يمين الشاشة، والنفط الوسط بالأبيض على يسار الشاشة. الهجوم الآن لفريق نفط الوسط، تلعب الكرة أحمد عبد الحسين، يلعب الكرة التمريرة من حسين عبد الواحد. فريق نفط الوسط والبداية وإكرام الضيف والمدرب عباس عطية، يلعب بهاني شاكر بحراسة المرمى. خط الدفاع أحمد عبد الحسين، حسن خير، بلال الخضير، عبد الله خلف. بالوسط ليث تحسين، علي رزاق، حسين عبد الواحد. وفي المقدمة سامر محسن، أحمد تركي وكريم دلي. هكذا يبدأ مدرب فريق نفط الوسط عباس عطية، بينما مدرب الأمانة وسام طالب يلعب بعبد السليم حماد بحراسة المرمى. خط الدفاع التقي فلاح، عبد الكريم دودو لاعب النيجيري. هناك ميلاد فلاح الواضح بالصورة كابتن الفريق. أيمن رزيج بالوسط، علي قاسم، إسماعيل سليماني وديدر. وفي المقدمة علي خليل وجاسم محمد عقلة ورضا فاضل. توفيق للفريقين. كان رضا فاضل بالصورة، اللاعب القادم من كربلاء. قطع للكرة، محاولة الآن، يحاول أحمد وتماس، أحمد عبد الحسين وتماس. هذا كان سليماني اللاعب البوركيني بفريق أمانة بغداد. قطع للكرة للأمانة، لاعب البوركيني إسماعيل سليماني طبعا قادم من المحل المصري. أحمد عبد الحسين قادم من الزوراء. وهنا تقي فلاح لاعب القادم من نفط الوسط، طبعا هو يقابل فريق السابق تقي فلاح، طبعا لاعب للكرخ ولاعب للزاخو. وهنا وسام طالب مدرب فريق الأمانة، تماس لأمانة بغداد. تقي عيد الكرة هذه المرة من أيمن رزيج، راجع الكرة لعبد الكريم، من هناك لميلاد. كرة اللعب ميلاد أمامية للأمانة، المحاولة والقطع من بلال. من هناك الهجوم وابعاد للكرة، جاسم محمد قريب،
حرة مباشرة وخطأ لعلي رزاق لاعب الصناعة السابق. تغييرات كثيرة بتشكيلة أمانة بغداد وأيضا نفط الوسط. يعني نفط الوسط أثناء فترة الانتقالات الشتوية يعني استغنى عن أكثر من 15 لاعب. أبرز المغادرين من نفط الوسط كرار جاسم، حسن محمد جلوب، حيدر جلاوي، عبد الرحمن رائد. المحترفين الأفارقة الأربعة جيوفالي، كوفي إيبوا، بازي، أوكري وتقي فلاح. تقي فلاح انتقل مع صفوف الأمانة. بينما لاعب الأمانة ليث تحسين يلعب مع نفط الوسط. أحمد عبد الحسين قريبة جدا ويحصلها الحارس. هاني الشاكر انطلاق الآن. علي خليل قريب مع رضا بالوسط. جاسم محمد لاعب اللي لعب لنادي النفط بفترة من الفترات عند هدفين. جاسم جملان للأمانة من اليمين وإلى ركلة طرد. محاولة كانت جيدة عن طريق علي قاسم لاعب اللي يمثل النفط ولاعب للزوراء بفترة من الفترات. هاني شاكر حارس اللي بدأ مع الرمادي يلعب الكرة مع حسن خيري. ليث تحسين لاعب النفط السابق، والده طبعا تحسين عسل لاعب السابق للشرطة. بينما هنا أيمن رزيج أمانة بغداد مركز 18 ب 11 نقطة. 3 انتصارات لهذا الفريق، تعادل مرتين، خسر 7 مرات. بينما نفط الوسط ب5 نقاط و5 حالات تعادل وأيضا خسر 7 مباريات. هذا الفريق اللي لم يحقق الانتصار لغاية الآن في دورينا هذا الموسم ونحن في الجولة 13 بالنسبة لنفط الوسط. بلال قريب هجوم الآن والتسديدة لكن سهلة جدا إلى هاني شاكر. كان رضا فاضل لاعب القادم من كربلاء وسبق اللاعب للأمانة بالنسبة لرضا فاضل. استغناء لاعبي الأمانة في فترة الانتقالات تتحدث عن محمد موسى، ليث تحسين، نبيل صباح، محمود عيال، سيف رشيد وعلاء خليل. بينما هناك كانت استقطابات للأمانة، يعني رضا فاضل، محمد جميل، أسهر علي، المصري محمد عطوة، هناك أيضا تقي فلاح، رعد فنر. تقي يلعب الكرة، عبد الكريم تمريرة، راجع لي تقي فلاح. أمانة بغداد المحاولة، قطع هذه المرة من بلال خضير وخطأ. كسب الحكم طبعا درجة أولى 2016 من السماوة مهند مناف أدار مباراة نفط الوسط ونفط البصرة، المباراة اللي انتهت بالتعادل. ديدر يلعب الكرة، تقطع هذه المرة إلى
حسن خيري لعبد الله خلف، راجع الكرة ابعاد من هاني شاكر، نفط الوسط والبحث عن انتصار. احمد عبد الحسين داخل منطقة الجزاء وجول، هدف 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 لنفط الوسط عن طريق حسين عبد الواحد. حسين عبد الواحد يسجل للعندليب، عندليب الفرات بهدف اول بالدقيقة 9 من عمر اللقاء عن طريق حسين عبد الواحد القادم الجديد طبعا لنفط الوسط. لاحظ التسديدة القوية من احمد تركي وكمل عليها حسين عبد الواحد. احمد تركي وحسين عبد الواحد في شباك اسود العاصمة، هدف لنفط الوسط بهذه الطريقة. حاول طبعا عبد سليم حماد ويسجل فريق نفط الوسط الهدف الاول عن طريق حسين عبد الواحد. إذا هدف أول بالدقيقة 9 لنفط الوسط عن طريق حسين عبد الواحد. من أول فرصة سجل نفط الوسط. حلوة المباراة، سننتظر الرد من فريق أمانة بغداد. اسماعيل سليماني تمرير، محاولة تقطع الكرة، هذا حسين عبد الواحد صاحب الهدف، تمريرة ومحاولة، وأحمد تركي والكرة ربما مطالبة بشيء. لاعب من النيجر طبعا عبد الكريم دودو. ركنية الآن لنفط الوسط. نفط الوسط أفضل من أمانة بغداد. أعتقد كان عباس عطية والتوجيهات. الركنية الآن ركنية لنفط الوسط. عالية داخل منطقة الجزاء، قطع من الدفاعات، ركنية من الجهة الأخرى. هذا أحمد تركي لاعب القادم من نفط ميسان، سبق اللعب لنادي القاسم. ركنية من هناك، ركنية لنفط الوسط. كريم عالية ابعاد، راجع الكرة لحسين، تقطع هذه المرة، حرة مباشرة وخطأ لفريق أمانة بغداد. الخطأ لإسماعيل طبعا سليمان اللاعب البوركيني. ميلاد فلاح من هناك، عيد الكرة، عبد الكريم إلى أيمن رزيد. الأمانة تأخر بهدف أمام نفط الوسط. تماس الآن، هذا علي خليل لعب لنفط البصرة والطلبة وجاء من الميناء بالإعارة. علي خليل، الخطأ على علي خليل، مباشرة لفريق نفط الوسط. طبعا أفضلية لنفط الوسط بتاريخ لقاءات الفريقين، يعني 8 انتصارات بينما انتصار وحيد للأمانة. تعادل حضر 4 مرات ما بين الفريقين.
أول لقاء كان في موسم 2014 1-1. محمد الواكد سجل للأمانة، ورضا نصر الله كان خطأ في مرمى. آخر لقاء موسم 21-22 انتهى لنفط الوسط عن طريق أحمد عمار. تقي فلاح بالصورة، قطع الكرة. أحمد عبد الحسين لنفط الوسط، تماس الآن داخل منطقة الجزاء، قطع من دفاعات الأمانة، راجع الكرة مرة أخرى إلى كانت لليث تحسين، ابعاد لي الكرة، الانطلاقة من هناك من علي قاسم، أمامية الكرة، بلال يتدخل، كرة لعلي رزاق، التمريرة الآن هذا كريم دلي لعب الكرة، تقطع من أمانة بغداد بالوسط، راجعة من هناك إلى ميلاد فلاح، ميلاد لعلي قاسم، عيد الكرة، تمرير الآن، تقي إلى الأمام، الأمانة وخطيرة، وضاعت هذه، ضاعت. أعتقد رضا فاضل كان في فرصة للأمانة بتسجيل هدف التعديل، ضاعت الفرصة. كرة بها الوسط، ديدر قطع من هناك، عملية التحضير بها الوسط، علي رزاق، وسهلة جدا هذه المرة لعبد السليم حماد، أمانة بغداد، عملية تدوير الكرة. طبعا الفريقين خسروا المباراة السابقة قبل التوقف. هذا فلورنت ديدر العاجي، لاعب لنفط الوسط، انطلاقة الآن للأمانة عالية ولكن بعيدة إلى ركلة مرمى لفريق نفط الوسط. اسماعيل سليماني لاعب البوركيني كان بالصورة قبل التوقف للاستحقاق الآسيوي لمنتخبنا الوطني. أمانة بغداد خسر من توك 0-2، ونفط الوسط بنفس الحال من الحدود بال1-2. هي مباراة الهروب من الأماكن المهددة بالهبوط، على اعتبار الأمانة مركز 18 11 نقطة، ونفط الوسط بالمركز الأخير ب5 نقاط. حرة مباشرة بالسلامة لأحمد عبد الحسين، مدافع نفط الوسط. لاحظ التدخل كان من تقي فلاح. حرة مباشرة لنفط الوسط، أحمد عبد الحسين قريب، عباس عطية مدرب فريق طبعا نفط الوسط قريب، والتوجيهات مدرب الياتا خلف لماجد نجم. عباس عطية أشرف على تدريب القوى الجوية، الكهرباء، كربلاء، عدة أندية. ساعده طبعا حسن عباس، محمد عبد الزهرة، ونبيل عباس مدير للفريق. اللقطة الماضية والتدخل كان مع سامر محسن. كرة بالوسط،
الأمانة. التماس لنفط الوسط، عبد الله خلف أمامية للكرة، سامر يحاول، تقطع من جاسم، يعيد الكرة، الأمانة وإلى التماس. سامر محسن، راجع الكرة لبلال خضير، يترك الكرة لهاني شاكر نفط الوسط. كرة الآن إلى ركنية لنفط الوسط، هذا الكابتن ميلاد فلاح، وهنا حسن عباس مدرب المساعد طبعا لعباس عطية، وبالصورة ليث التحسين. لاعب قادم من الأمانة في الانتقالات الشتوية، ويلعب الآن مع نفط الوسط، لاعب النفط السابق. ليث تحسين داخل منطقة الجزاء والرأسية، ولكن إلى ركلة مرمى. محاولة كانت جيدة لنفط الوسط. أحمد تركي بالصورة، أيمن رزيج أمامية الكرة، الإبعاد هذه المرة، هو تماس للأمانة. 21 دقيقة. يا من تتابع العراقية الرياضية في كل مكان، التقدم لنفط الوسط بهدف عن طريق حسين عبد الواحد، أتى بالدقيقة 9 من عمر اللقاء بمباراة لحساب الجولة 13 من دوري نجوم العراق. لاحظ بهذه اللقطة وبالسلامة. سلامة لليث. هذا خلدون إبراهيم المدرب المساعد طبعا لوسام طالب، واحد من نجوم آسيا 2007. خلدون لعب للزوراء وللأمانة ولأربيل، وشقيقة طبعا عوس إبراهيم. لاعب الزوراء السابق بالنسبة لياوس، واثنين مثلوا المنتخب الوطني العراقي. عالية الكرة، بلال، القطع من بلال خضير إلى الأمام، المحاولة، عملية التحضير مع دلي، انطلاقة، أيمن يبعد الكرة إلى تماس لفريق نفط الوسط. كرة اللعب، ليث تحسين، حاول، تقطع الكرة، سليماني من هناك، راجعة من علي قاسم إلى ميلاد فلاح، أمانة بغداد. بعد للكرة من سامر محسن بالوسط، التماس الآن لأمانة بغداد. هذا كريم دلي لعب لأمانة بغداد بفترة من الفترات، ولعب لدهوك ولزاخو. الأمانة رضا، عملية تحضير، ابعاد لي الكرة،
تعود من العاجي ديدار إلى اللاعب القادم من النيجر عبد الكريم دودو. ابعاد هذه المرة من عبد الله خلف إلى تماس لأمانة بغداد. مشوار طبعا نفط الوسط لم يحقق الانتصار لغاية الآن، عنده 5 حالات تعادل بالنسبة لنفط الوسط، 2-2 مع كربلاء وال0-0 4 مرات، تعادل مع دهوك ونفط ميسان والطلبة والميناء، وخسر 7 مرات بالنسبة لنفط الوسط. 0-1 من القوى الجوية وإربيل، 0-2 من النجف والزوراء ونفط البصرة، 1-2 من الحدود و0-3 من الشرطة. نفط الوسط طبعا أمانة بغداد أقدم تأسيس من نفط الوسط، على اعتبار الأمانة تأسس عام 1957 بينما نفط الوسط في عام 2008. ابعاد للكرة من الأمانة، محاولة الآن حرة مباشرة، خطأ لأمانة بغداد. نفط الوسط تأسس عام 2008 وأحرز الدرع بأول مشاركة، كان ذلك في موسم 2014-2015 بقيادة المدرب الكف عبد الغني شهد. انطلاقة من اليمين، علي قاسم يترك الكرة إلى ميلاد، عالية داخل منطقة الجزاء والإبعاد من الدفاعات. راجع الكرة عبد سليم حماد لأيمن رزيد، من هناك مع عبد الكريم دودو، انطلاقة من علي من اليمين، محاولة الآن أمانة بغداد وعملية البحث إلى ميلاد بمكان جيد، وهنا الخط حرة مباشرة في مكان جيد للأمام. وبطاقة على سامر محسن. بطاقة صفراء على سامر محسن. لاحظ اللقطة الماضية، خطأ لأمانة بغداد في مكان أخطر من الركنية. أيمن رزيز قريب على التنفيذ، أيمن الأمانة يحاول أن يعدل بهذه الدقائق قبل نهاية شوط المباراة الأول. أيمن رزيز للأمانة خطيرة والإبعاد من هاني شاكر، يبعد الكرة، راجعة لميلاد فلاح. ميلاد أمانة بغداد، طالت الكرة من هناك إلى التماس. تماس لنفط الوسط أحرز الدرع، قلنا بأن أول مشاركة 2014 بقيادة المدرب عبد الغني شهد، أبرز الأسماء من أول ظهور للعندليب بالدوري التي أحرزت الدرع، تتحدث عن حارس الكبير نور صبري، سعيد محسن، محمد ناصر النومي، جاسم محمد، حياة خلف، نبيل عباس، علي جاسم، تامر الحاج، علاء الشبلي، عدي جفال، أمير صباح، عصام ياسين، جاسم محمد، عقيل حسين. جانب من الحضور
وفي 2014 يعني كان الفريق بإشراف وبإدارة مميزة وناجحة لعراب نفط الوسط السيد فراس بحر العلوم، اللي هو الآن عضو اتحاد الكرة. هم استعانوا به بالفترة الأخيرة، هناك أزمة مالية كبيرة بالفريق، هناك بعض الأمور الإدارية، لذلك استعانوا بالسيد فراس بحر العلوم. استقطابات جديدة للفريق، وعباس عطية يبحث عن أول فوز لنفط الوسط، لأن نفط الوسط والأرقام السلبية إعادة للهدف الجميل طبعا حسين عبد الواحد كابتن الفريق، وأتى بالانتقالات حسين عبد الواحد مع الفريق. ثلاثين دقيقة الشوط الأول، التقدم لنفط الوسط بالدقيقة 9 عن طريق حسين عبد الواحد. حديث ما بين حسين وما بين سامر محسن، عنده بطاقة صفراء، واللاعب نفط الوسط ومدرب الفريق طبعا شكل السيد عباس عطية. يعني الغيابات يعني أن يترك الفريق أكثر من 15 لاعب بفترة الانتقالات شيء صعب جدا. كرة اللعب تقي عالية للأمانة، خطيرة خطيرة لعلي خليل، راية والتسلل، راية والتسلل، ركلة حرة غير مباشرة. بطاقة صفراء بهذه اللقطة على حسين عبد الواحد صاحب الهدف الوحيد بهذا اللقاء. وأيضا على رضا فاضل نفط الوسط والأرقام السلبية، 10 مباريات متتالية لم يسجل الفريق الوحيد الذي لم يحقق الانتصار بدورينا لغاية الآن. أضعف خط هجوم بدورينا كان 3، الآن مع هدف حسين أصبح 4. ولم يحقق الانتصار بالنسبة لنفط الوسط 24 مباراة متتالية، يعني عندك 11 مباراة من الموسم الماضي، وهنا المباراة و12 مباراة في هذا الموسم. آخر فوز لنفط الوسط كان شهر 4 2023 على الديوانية، يوم سجل حسين إبراهيم ولوكاس سانتوس، يعني عاد من حسن خيري، يعني 10 شهور لم يحقق الانتصار نفط الوسط. أحمد تركي كان بالصورة،
التماس الآن لنفط الوسط. أحمد عبد الحسين قطع للكرة من تقي، أمامية هذه المرة من علي رزاق إلى اليسار، عبد الله خلف تقطع الكرة بالوسط. ديدر من هناك حرة مباشرة وخطأ لأمانة بغداد، خطأ لعلي خليل. اللقطة الماضية ديدر فلورنت يلعب الكرة لتقي، عبد الكريم من هناك حاول بحث عن اللاعب جاسم محمد عقلة، لكن الرقابة على جاسم. علي افتح علي قاسم عافية. كرة اللعب احمد اهدى. طالت الكرة وتماس لنفط الوسط. أحمد عبد الحسين يلعب الكرة، رضا فاضل ليث تحسين قطع للكرة الآن، الانطلاقة من هناك لعلي خليل، حاول الكرة لم تصل لجاسم، سامر محسن. بعد شباب عملية التمرير بعد يا ولد. من هناك سليماني، علي قاسم محاولة للأمانة لجاسم، حاول بالكرة أمامية، الكرة سهلة جدا إلى الحارس عبد السليم. أيمن لتقي، أمانة بغداد، تقي فلاح يعيدها إلى أيمن رزيد، تغيير إلى الجهة اليمنى، جاسم محمد تمريرة وقريبة، لكن سهلة الكرة إلى هاني شاكر حارس المرمى. مشوار الأمانة 3 انتصارات بال1-0 على نفط ميسان والنفط، 3-1 على كربلاء، تعادل مرتين مع الزوراء سلبيا والكرخ بال1-1، وخسر الفريق 7 مرات. ليث تحسين، أحمد تركي قريب قطع للكرة من الأمانة. خسارات نادي الأمانة 0-1 من القاسم، 0-2 من ذوك ونوروز، 0-3 من نفط البصرة، 1-2 3 مرات خسر من الشرطة والحدود والنجف. سلامة لعلي رزاق، كان منير جابر بالصورة، حكم المساعد وسام طالب. بدلاء طبعا فريق نفط الوسط، بالسلام علي رزاق، عباس عطية، والتوجيهات والحديث مع أحمد عبد الحسين. 7 دقائق. هذا علي خليل، استقطابات الجديدة لأمانة بغداد.
سلامة لي علي رزاق، لاعب فريق نفط الوسط. العاجي الأفارقة ثلاثتهم، العاجي اسماعيل سليماني وعبد الكريم دودو. سلامة لي علي رزاق، كرة اللعب بالوسط، فلورنت ديدار ايد الكرة مرة أخرى إلى اليسار، تقي لأيمن رزيد، أمانة بغداد وعملية البحث عن هدف التعديل. سليماني لفلورنت ديدار، تمريرة من ديدار، قراءة جيدة من عبد الله خلف بالوسط. هجوم الآن، حاول بالكرة أحمد تركي لكن القطع الآن. تقي فلاح، دلي قريب في صراع معاه، الخطأ على كريم دلي. حرة مباشرة لأمانة بغداد في ساحة لعب فريق نفط الوسط. لاحظ الصراع على الكرة، أيمن رزيد عالية داخل منطقة الجزاء، محاولة خطيرة، التحضير هذه المرة. بعد الكرة سامر، حسين عبد الواحد، سامر محسن، انطلاق الآن، لا وجود لي خطأ. ميلاد يلعب الكرة، عملية تحضير، راجعة لدفاعات الأمانة، كرة لتقي، اسماعيل سليماني واسم الكامل ليم، اسماعيل سليماني لاعب البوركيني، أتى من المحل المصري الدوري المصري، وبالسلامة لكريم دلي. والبطاقة هذه المرة بطاقة على تقي فلاح، ظهير الأيسر لفريق نادي الأمانة، من التدخل وبطاقة. فريقين والمعاناة طبعا في المراكز الأخيرة. نتحدث عن الكرخ بالمركز 17 11 نقطة، 18 أمانة بغداد ب 11، كربلاء المركز 19 ب10 نقاط، ونفط الوسط المركز الأخير ب 5 نقاط. بالسلامة لكريم دلي، شوط مقبول طبعا لنفط الوسط. هاني شاكر إلى الأمام، محاولة الآن إبعاد هذه المرة من الأمانة، محاولة الهجوم من رضا، تماس الآن جاسم قريب، تمرير الآن بالوسط، جاسم، انطلاق الآن مع تقي، سليماني، انطلاق الآن حسين، هجوم الآن،
والتسديدة لكن إلى ركلة مرمى. محاولة كانت من كريم دلي، طبعا يعتذر من أحمد عبد الحسين. يلا شباب، يلا أبيض. سليماني راجع الكرة من تقي إلى عبد الكريم دودو، من هناك لبلاد مع علي قاسم. محاولة الآن راجع الكرة حسن خيري، يبعد الكرة إلى تماس لنفط الوسط. عبد الله خلف تقطع الكرة من الأمانة، راجع من حسن خيري. سامر محسن قريب، أمامية الكرة. محاولة بلال بالتغطية إلى ليث، بعاد للكرة أحمد تركي. انطلاق الآن، حاول طبعا فريق نفط الوسط بالكرة الماضية، لكن عودة للكرة بالوسط تصل إلى جاسم محمد. عملية تمرير من هناك مع علي قاسم. 4 دقائق سنلعب لغاية الدقيقة 49. يبقى التقدم طبعا لفريق نفط الوسط بهدف عن طريق حسين عبد الواحد، أتى بالدقيقة 9 من عمر اللقاء. مرور ممتاز من جاسم، تمريرة تحضير، والكرة خطيرة. حاول الآن، راجع لتقي، يلعب الكرة مع سليماني، ابعاد للكرة. الأمانة يحاول بهذه الدقائق، تقطع من علي رزاق. أحمد تركي، عملية تمرير مع أحمد عبد الحسين، لكن طالت تماس لأمانة بغداد. التمرير الآن جاسم محمد، التحضير مع عبد الكريم دودو. انطلاقه من اليمين، ميلاد للأمانة داخل منطقة الجزاء. هاني شاكر يخطأ، ركلة جزاء تسبب بها هاني شاكر. ركلة جزاء لأمانة بغداد، كان يمسك بالمرة الأولى. لاحظ ينهي الأمور، تلقى الآن عملية دفع والخطأ. لاحظ مع رضا فاضل، وبالتالي من المرة الأولى يعني حتى ذا تارك الكرة كان ممكن مدافع نفط الوسط قريب تسبب بركلة جزاء وبطاقة الصفراء على هاني شاكر. يعني حتى لو تارك المباراة كان بلال خضير مغطي باللقطة الماضية عتب، وبالتالي تحصل في كرة القدم خطأ حارس، خطأ مدافع. ركلة جزاء لأمانة بغداد. مهند مناف ينتظر تأكيد الفار هاني شاكر سيكون في المرمى.
واعتقد ربما رضا فاضل. مهند مناف حكم اللقاء. تم تأكيد ركلة الجزاء. هاني شاكر مرمى. رضا فاضل لاعب القادم من كربلاء. علي رضا للأمانة. ركلة جزاء. رضا يتقدم. رضا هدف لأمانة بغداد، هدف لأسود العاصمة. ردها هاني شاكر بالمرة الأولى لكن كمل عليها رضا فاضل يعدل لأمانة. لاحظ على نفس الجهة ورد الكرة لكن بالمرة الثانية سجل رضا فاضل هدف التعديل لأسود العاصمة. 1-1 بين عندليب الفرات وأسود العاصمة أمانة بغداد، والتعديل عن طريق رضا فاضل من ركلة جزاء. اعتقد الشوط الأول في طريقه إلى النهاية. 1-1 من ركلة جزاء. طبعا عدل بالوقت بدل الضاع رضا فاضل لأمانة بغداد. هذا جاسم محمد. اعتقد الحكم مهند مناف ربما سيطلق الصافرة لنهاية الشوط. بلال نفط الوسط، تمرير كريم دلي، محاولة الآن لنفط الوسط وتسديدة لكن بعيدة إلى ركلة مرمى للأمانة. كانت التسديدة من أحمد تركي. أيمن الزيد تمرير الآن. علي رزاق يقطع الكرة من هناك لي عبد الله خلف. انطلاقه والكرة إلى ركنية لنفط الوسط. هذا عبد الله خلف لعب لفترة من الفترات اعتقد الديوانية عبد الله، وركنية الآن. ركنية نفط الوسط. ليث تحسين داخل منطقة الجزاء وتصل هذه المرة لعبد السليم حماد. حكم المباراة مهند مناف ينهي شوط المباراة الأول. التعادل حبايب بال1-1 بين أمانة بغداد ونفط الوسط. نفط الوسط طبعا سجل أولا عن طريق حسين عبد الواحد، وعدل في الوقت بدل الضاع من ركلة جزاء لأمانة بغداد رضا فاضل. ألتقيكم بداية الشوط الثاني. إلى اللقاء. قبل الذهاب وانطلاق مبارياته البطولة يوم 12. هيران يلعبها جول. هدف أول، كرة جميلة مباغتة من هيران عزاد من خارج منطقة الجزاء، يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 16 من عمر المباراة، وهدف الشخص الثاني بعد أن سجل في شباك الشرطة. هيران عزاد يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 16 من عمر المباراة. هيران عزاد يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 16 من عمر المباراة بكرة مباغتة وبمجهود فردي رائع
ويسجل هدف الشخصي هذا الموسم بعد أن سجل في شباك الشرطة، يسجل اليوم في شباك الأمانة أول أهداف المباراة. شوف مجهود فردي رائع، مر تخلص من واحد من اثنين، هيأ كرة لنفسه ولعبها على يمين الحارس حسن عباس ويحرز أول أهداف المباراة وهدف التقدم لنادي دهوك. 1 دهوك لا شيء أمانة بغداد، 1 دهوك لا شيء أمانة بغداد. آخر مواجهتين بين الفريقين الموسم الماضي التعادل بهدف وفوز دهوك بهدفين بأقدام برنس أوبوكا وكريم دلي. آخر من سجل كريم دلي لفريق دهوك ومصطفى أحمد من ركلة جزاء للأمانة، وفرحة لاعبي نادي دهوك بهدف التقدم. قدام ويسجل جول، هدف ثاني وهدف أمان واطمئنان بالدقيقة 7 من الوقت المحتسب. بدل ضايع يسجل اللاعب زيار كوبند يسجل الهدف الثاني لفريق نادي دهوك ويؤمن النتيجة لنادي دهوك بهدف من ركلة جزاء، وهي الركلة 34 المسجلة هذا الموسم، وعندنا 12 ركلة تعذر تسجيلها. إذن دهوك يعني أنت سجلت ركلة جزاء تخلع فانيلتك حتى تاخذ بطاقة، ليش؟ عموما هذه البطاقة الثامنة، ودقيقة 1 على الوقت المحتسب بدل من ضايع، وهدفين لنادي دهوك لا شيء لفريق أمانة بغداد. هدفين لأمانة بغداد لا شيء لدهوك. هذا العراقي أيضا وزارة الشباب والرياضة هنا الرئيسية. الله عبودي أول أهداف اللقاء لمصلحة كربلاء، ويطلق العنان لهذه الجماهير ثابتة، وأيضا من جهة اليسار وعبودي، والرقابة الدفاعية غائبة بالرغم من وجود أكثر من لاعب من نادي الميناء، لكن عبودي قفز وحلق ولعب الكرة برأسه كما يريد وكما يشتهي. السفانة شوكان أمام عبد العزيز عمار، شوكان الله، شوكان الفنان يسجل هدف التعادل، وعادوا في النتيجة. صعبة يا عبد العزيز عمار، صعبة جدا. هو المتخصص شوكان الذي يسجل هدف التعادل. الكابتن ركنية اياد عبد الفرحان على القائم الاول، هنا الرأسية، حذاري من القادمون من الخلف، مسلم موسى كما سجل عبد القادر طارق من كرة بالرأس، عاد الميناء وسجلوا ايضا كرة بالرأس من المدافع رضا فاضل. داخل منطقة الجزاء بعد من دفاعات نوروز مرة أخرى خطيرة. الله غني 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 بهدف ثمين وبهدف غالي. يونس غني يسجل للكناري بهدف ناري للكناري. أول للكرخ الكناري بهدف ناري ليونس غني. الله شوفوا اللعبة الركنية وتابعها، اوه قوية جدا، اوه صاروخ كرخي للكناري بهدف ناري عن طريق طبعا يونس غني. شوف التسديدة صعبة حاول بها محمد رحيم، لكن صاروخ ينفجر في مرمى نوروز. حلوة 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 ليونس غني. أول للكرخ على حساب نادي نوروز.
كلمة لهذا الفريق. عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، التعديل لنادي نوروز عن طريق هديب. مرتضى هديب يعدل عند هدف على كربلاء، وهذا هدف الثاني بالدوري. عدل مرتضى هديب 1-1. مرتضى هديب بالدقيقة 84 يعدل. لاحظ الكرة شروان وهديب، لاحظ الدفاع ما يتحمل حسين. جول لنوروز عن طريق هديب يعدل لنوروز بهدف جميل، هدف تعديل. 1-1 الآن. يعود نوروز بهدف التعديل عن طريق مرتضى هديب. علي حصني يحاول العبور من علي، عرضية مرة أخرى، كرة جول أول كرار عامر يسجل أول أهداف في المباراة من كرار عامر. حذرنا من هذا اللاعب، يسجل الهدف الأول في المباراة. القيثارة، الشرطة، هذا هو الشاهد الإعادة. وكرار عامر جميل يا كرار، جميل يا كرار عامر. والهدف الثاني لهذا اللاعب هذا الموسم بعد ما سجل في شباك النجف والآن في شباك نفط البصرة. هذا عند الفوز شنتسيارة، نوع الثالث يجيب بشارة على التوالي. تريت القيثارة لكرار سالم داخل منطقة الجزاء، خطيرة وهدف أول. جول للحدود، هدف أول للحدود وعن طريق الهداف إبراهيم غازي. إبراهيم غازي يصل إلى هدف الثامن ويسجل أول أهداف الحدود في مرمى نفط الوسط. هدف أول لفريق الحدود عن طريق إبراهيم غازي. يعرف الطريق إلى المرمى ويسجل أول أهداف الحدود بكرة داخل منطقة الجزاء لمرمى نادي نفط الوسط. يستغلها اللاعب إبراهيم غازي ويسكنها في الشباك أمام نظرة الحارس وأيضا دفاعات نادي نفط الوسط. إبراهيم غازي يسجل أول أهداف المباراة في مرمى نفط الوسط. لاعب الحدود ومهاجم الحدود هدف أول. لاحظ الإعادة، كان في اشتراك مع حيدر جلاوي، لذلك الحدود الآن يفتتح التسجيل في مرمى نفط الوسط. هدف أول للحدود. ركلة حرة لصالح نفط الوسط داخل منطقة الجزاء، التعادل. جول سامر محسن يعدل لنفط الوسط. سامر محسن أخيرا نفط الوسط يسجل هدف الثالث في الدوري العراقي. وسامر محسن يعدل النتيجة في الدقيقة 77 تشهد هدف تعادل بتمريرة عن طريق اللاعب تقي فلاح على الراس لاعب فريق نفط الوسط ومهاجم نفط الوسط سامر محسن ليسجل هدف التعادل. لاحظ الإعادة ورأسية سامر محسن على يسار حارس المرمى وسام محمد، يعدل من خلالها نفط الوسط نتيجة المباراة أمام الحدود نفط الوسط، وسامر برأسية قوية على اليسار تغالط الحارس ويسجل من خلالها هدف التعادل. علي محسن، علي كريم داخل منطقة الجزاء، خطيرة وثاني جول ثاني للحدود. البديل علي كريم البديل يسجل هدف ثاني للحدود. والتسلل غير موجود وينسل من خلف المدافعين اللاعب علي كريم، اللاعب اللي استبدل بإبراهيم غازي اللي سجل الهدف الأول، وعلي كريم اللي دخل يسجل الهدف الثاني لفريق الحدود. الحدود الآن يسجل هدف ثاني في مرمى نفط الوسط.
بعدما عادت الروح لفريق نفط الوسط وأدرك التعادل. الحدود الآن بتمريرة ولا أروع ولا أجمل عن طريق اللاعب منتظر عادل، يسكنها اللاعب علي كريم في مرمى الحارس علي كاظم ليعلن عن تسجيل هدف آخر الحدود، ليتقدم الحدود على نفط الوسط بهدفين مقابل هدف واحد. حلوة. لاحظ التمريرة، عمل كبير بأسيست ولا أروع عن طريق اللاعب منتظر عادل. أسيست جميل من منتظر عادل، وبالتالي علي كريم يستغل هذا التمركز الخاطئ لدفاعات فريق نفط الوسط ليسجل هدف ثاني للحدود. نادي القاسم، الكرة تلعب الآن على الله، أسود سورة تسار مبكرا في كربلاء بعد هدف في مرمى زاخو، لكن هذا الممرر الرائع هنا علاء في الأولى تدخلت لوفان أغلقوا المرمى، لكنها الخبرة وعلاء بالخبرة وضعها، نعم بالخبرة وضعها، هنا مر والكرة أتت بعد والمحاولة سدد وكشف المرمى والكرة في المرمى، حمل مرمى علي فائز في الأولى ومن هنالك تواجد كرار، ولكن الفرار علاء محاسن نجح في تسجيل الهدف الأول. القاسم هدف، الطلب لا شيء. قائما كرة عالية إلى الحارث حاتم، لاعب سريع، محاولة، المساعد لا يشير إلى شيء، ربما فيما بعد هذه كرة للثاني، الكرة للثاني. هذا الحارث في هذه اللقطة أنا أتحدث، هل هنالك من كسر التسلل؟ لا أعلم. تقدم الحارث وهنا مرر إلى علاء، هذه اللقطة شرعية وعلاء كان في الانتظار في المرمى. هدف ثاني، هذه السرعة التي يتمتع بها الحارث والكرة التي هرب فيها من حسين عمار، وسجل اللاعب علاء محسن بعد انطلاقة الحارث. تفاهم كبير ما بين هذا الثنائي وعلاء محسن يسجل ثالث أهدافه في الدوري، أصبح متساويا مع ميسوكي، لكن يفقدها. كرة تلعب إلى ديني أنتوي، ديني أنتوي مع تشامبيسي، أنتوي، وكأني أرى في شوط المباراة الأول ساهيته مفتوحة لأن يسجل. بوادر العودة قائمة، وهنا مرة من دينيس شامبيسي وضعها وأسكنها مرمى مصطفى عذاب من العارضة إلى المرمى، وقلصوا الفارق في وقت قصير بعد 10 دقائق من اللعب. عاد الأنيق، عادت الطلبة، عاد التاريخ والمجد، وهدف من العارضة إلى الشباك، هدفين مقابل هدف. ديني أنتوي يسجل الآن وتتحرك مدرجات الطلبة مع هذا الهدف. إبرار، كرة تلعب إلى ديني أنتوي للتعادل، يا ديني، جول ثاني من ديني أنتوي، يسجل، هرب في لحظة من حيدر ماجد، هرب مع تقدم دينيس شمبيسي، لقطة ومر، هو هداف، هو يعرف الطريق، والكرة في المرمى. ديني أنتوي على يسار مصطفى عذاب، ويذيقهم أمر العذاب بأنهم لم يحافظوا على الخط الخلفي، وبالتالي كان من المفترض أن يعود مانويل المساندة. هذه الهربة وهذه الكرة بوجه القدم اليمنى، وضعها على يسار مصطفى عذاب. سام ملعوبة الكرة هناك الأمام، شيركو كريم، عدى كريم، يمشي شيركو، سجل شيركو، جول 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 جول. شيركو كريم يسجل أول أهداف المباراة. شيركو كريم وللقلعة الصفراء، الامبراطور بأرض الجنوب بميسان يسجل أول أهداف المباراة. أسيست جميل، وشيركو مر من الجهة اليسرى، شيركو سجل، جول 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 جول. شيركو كريم وضعها في الزاوية اليسرى، أسكنها شباك الحارس أمجد رحيم. شيركو كريم هذا هو الضيف يكرم أصحاب الأرض بأول أهداف المباراة والهدف الشخصي أم لا. ملعوبة الكرة هنا بالراس، تستمر والابعاد من هيردس يامن، أقام وركلة جزاء. جزاء. الدالي يتقدم، الدالي جول.
العقيد العقيد العقيد، لا جديد لا جديد، علاء الدين الدالي ومن جديد هدافا لدوري نجوم العراق، ويعد نتيجة المباراة لنادي نفط ميسان ويصبح ب9 أهداف متساويا مع أيمن حسين هداف دوري نجوم العراق ومنتخبنا العراقي. هذا علاء الدين الدالي العقيد السوري، العقيد لا جديد لعلاء الدين، والتعادل لنفط ميسان. نعم بالدقيقة 86 علاء الدين الدالي يعد نتيجة المباراة. نعم فلالوسي تلعب من وهذا هناك ركلة جزاء، وركلة جزاء احتسبها الحكم محمد طارق، هي الجزاء الرابعة التي شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، جد التحية معكم ويسرنا أن نكون معكم شوط المباراة الثاني، المباراة لحساب الجولة 13 دوري النجوم العراق المرحلة الأولى موسم 23-24. أمانة بغداد يضيف نفط الوسط لمن التحق بنا الآن. طبعا شوط المباراة الثاني، الشوط الأول انتهى بالتعادل ب1-1 ما بين الفريقين. سجل طبعا لفريق نفط الوسط حسين عبد الواحد وعدل رضا فاضل لأمانة بغداد. الأمانة على يسارك عزيزي المشاهد بالأخضر والأسود، عالية الكرة الهجوم لأمانة بغداد داخل منطقة الجزاء، بينما نفط الوسط بالأبيض موشح باللون الأخضر على يسار الشاشة. وعلى ما يبدو عباس عطية مدرب فريق نفط الوسط بنفس الأسماء، هاني شاكر طبعا بحراسة المرمى، خط الدفاع أحمد عبد الحسين، حسن خيري، بلال خضير، عبد الله خلف، هذا جاسم محمد لاعب فريق الأمانة. بالوسط لنفط الوسط طبعا كريم الدلي، للتحسين علي رزاق، حسين عبد الواحد، سامر محسن، أحمد تركي. في المقدمة هجوم الآن لفريق الأمانة، محاولة الآن رضا قريب لكن قطع للكرة. الأمانة ومدربه وسام طالب على ما أعتقد أجرى تغيير، اي نعم، أخرج علي قاسم وأخرج اللاعب البوركيني إسماعيل سليماني، وأدخل النيجيري أولاديو يعقوب وكرار علي بري، مهاجمين يعني في المقدمة، والنوايا واضحة لوسام طالب، يريد أن يكسب المباراة. أخرج لاعبين وسط وأشرك مهاجمين 2، والانطلاقة من هناك عن طريق رضا فاضل، محاولة من رضا داخل منطقة الجزاء للأمانة وخطيرة، وضاعت من النيجيري أولاديو، هدفين بها الدوري كانت على كربلاء، هذا أولاديو يعقوب. لاحظ الفرصة اللي ضاعت كانت خطيرة وعلت العارضة، مرور ممتاز ورضا فاضل تحضير ممتاز، ولكن النيجيري لم يحسن التصرف بهذه الكرة. وسام طالب يلعب بعبد سليم حماد بحراسة المرمى، تقي فلاح، أيمن الرزيز، عبد الكريم دودو وميلاد فلاح بالدفاع، هناك ديدر بالوسط، جاسم محمد عقلة وعلي خليل، كرار علي بري وجاسم محمد وأولاديو يعقوب في المقدمة. هجوم الآن، التماس، هذا كرار علي بري
هدفين اللي كرار كانت على نفط ميسان وعلى كربلاء. لاحظ الدفع هذه المرة من علي رزاق، تماس ميلاد فلاح يلعب الكرة، تعود لتماس لفريق نفط الوسط. وضعية الفريق إلى أمانة بغداد بالمركز 18 ب 11 نقطة، ونفط الوسط بالمركز الأخير ب20 نقطة. حرة مباشرة وخطأ هذه المرة لكريم دلي لاعب فريق نفط الوسط. حرة مباشرة تلعب أحمد عبد الحسين، من هناك حسن خيري، تمرير الآن، محاولة من كريم دلي لكن القطع من دفاعات الأمانة بالوسط. سيل عبد الواحد راجع لليث تحسين، انطلاقه من عبد الله خلف خطيرة داخل منطقة الجزاء لكن طالت، وكان سامر محسن إلى ركلة برمى لفريق أمانة بغداد. طبعا نفط الوسط وزياراته إلى بغداد هي هاي الثالثة، زيارة ثالثة في زيارتين سابقة خسر من الشرطة 0-3 ومن الزوراء 0-2. نفط الوسط والتعادل بالواحد واحد لغاية الآن. أيمن رزيد يلعب الكرة مع جاسم محمد، جاسم إلى اليسار، تقي فلاح، الأمانة، رضا عملية تحضير الانطلاق الآن وخطيرة داخل منطقة الجزاء، ضاعت الكرة بفاصل مهاري ممتاز. والهجوم المرتد الآن حسين عبد الواحد صاحب الهدف، تقي يقطعها ومراجعة مرة أخرى لأحمد عبد الحسين بالوسط، حسين عبد الواحد، نفط الوسط والانطلاقة والهجوم الآن داخل منطقة الجزاء، والإبعاد هذه المرة إلى الركني. الإبعاد كان من فلورنت ديدر العاجي، لكن هنا الانطلاقة كانت لعلي خليل، لكن التدخل الجيد كان من هاني الشاكر. ركنية الآن لنفط الوسط، فريقين والطموح والنقاط الثلاث من أجل طبعا ترك الأماكن المهددة بالهبوط. يبقى القوى الجوية بالصدارة 33 نقطة، الشرطة 28، الزوراء بالمركز الثالث 23 دوك رابعا ب 21 نقطة. ركنية الآن حسين عبد الواحد على التنفيذ، تلعب قريبة جدا، نفط الوسط داخل منطقة الجزاء والتسديدة لكن إلى خارجه. محاولة كانت، ضاعت هذه الكرة من علي رزاق. لاحظ قدم يسرى وبعيدة طبعا عن مرمى عبد السليم محمد. أيمن رزيج من هناك لتقي، تقي فلاح لاعب القادم من نفط الوسط، بالوسط ديدر، فلورنت حاول يلعب الكرة من هناك لتقي، التمريرة رضا،
والخطأ لأمانة بغداد. حرة مباشرة للأمانة طول بالثابت شباب، هيئ نفسك. لرضا فاضل صاحب الهدف التعديل من ركلة جزاء لأمانة بغداد. هيئ نفسك، هيئ نفسك. حرة مباشرة أيمن رزيج على التنفيذ لأمانة بغداد في ساحة لعب فريق نفط الوسط. أيمن للأمانة داخل منطقة الجزاء وضاعت الكرة، مرت من الجميع إلى ركلة مرمى. هذا عبد الكريم دودو مدافع قادم من النيجر مع فريق أمانة بغداد. عالية الكرة لنفط الوسط، التمرير من علي رزاق، طالت الكرة إلى تماس للأمانة، تلعب من ميلاد عبد الكريم دودو لأيمن رزيج. أيمن من هناك لتقي الأمانة والتحضير، انطلاقة من علي أولاديو وتماس لأمانة بغداد. بلال خضير كان بالصورة، تقي فلاح، عيد الكرة جاسم محمد لأيمن رزيج، أيمن مع عبد الكريم، نقل الكرة لفريق الأمانة، تعود من تقي، ضغط من لاعبي نفط الوسط قريبة جدا والإبعاد هذه المرة. عبد الله خلف إلى تماس للأمانة، التمرير الآن مع جاسم إلى ميلاد، جاسم محمد، تدوير الكرة والبحث عن فرصة بالنسبة للأمانة وسهلة جدا. الكرة لهاني شاكر. أمانة بغداد هذا الموسم على ملعب المباراة الثامنة، يعني في 7 مباريات قطع للكرة، ومحاولة خطيرة الآن، التمرير الآن لأحمد عبد الحسين، العندليب ضاعت بشكل غريب من سامر محسن على مرتين. كان ممكن سامر محسن يسجل الهدف الثاني لنفط الوسط. شوف هاي المرة الأولى سهلة جدا، ومرت شوف المرة الأولى تصدى عبد السليم حماد، لكن المرة الثانية ويخطئ سامر محسن كان ممكن هدف ثاني لنفط الوسط. أثمن الفرص ضاعت على نفط الوسط. كرة اللعب كرار علي بري سهلة جدا لهاني شاكر. أحمد عبد الحسين بالوسط للتحسين لأحمد نفط الوسط، أيمن رزيج تقي عيده بالخطأ، سيل عبد الواحد حاول يمر، تمريره من هناك، دلي كريم داخل منطقة الجزاء، ابعاد من الدفاعات.
بدأ بهذه الدقائق فريق نفط الوسط يهدد مرمى الأمانة. فرصة ثمينة ضاعت على سامر محسن. كرة بها الوسط، علي خليل تغيير إلى الجهة اليمنى إلى جاسم محمد. عيد الكرة لدودو. فلورنت ديدار من هناك علي خليل يحاول، رضا يمر، الأمانة بمكان جيد والبطاقة بطاقة حمراء. طرد عند بطاقة بشوط المباراة الأول. إذا رضا فاضل يطرد اعتقد بداعي التمثيل. طرد للاعب أمانة بغداد رضا فاضل. كوع استخدم الكوع باللقطة الماضية. تدخل مع بلال خضير، الحكم قريب مهند مناف، وطرد لرضا فاضل. الأمانة سيكمل 30 دقيقة منقوصا بسبب طرد طبعا لرضا فاضل. جانب من الحضور ومتابعة المباراة. سلامة لبلال خضير. أمانة بغداد طبعا على ملعبه هذا الموسم. هاي 8 مباراة في 7 مباريات، عنده 7 نقاط من أصل 21. انتصارين على النفط وكربلاء وتعادل وحيد مع الكرخ، وخسر 4 مباريات. خسر من القاسم ومن نوروز ومن الشرطة ومن النجف. على ملعبه المفروض اللي الفريق يكون على ملعبه يعني اما يحقق الانتصار او على الاقل التعادل، لكن الأمانة فرط ب 14 نقطة. طرد لرضا فاضل. هذا حسن عباس مدرب المساعد للسيد عباس عطية في فريق نفط الوسط ولاعب كربلاء السابق طبعا حسن عباس. علي خليل بالسلامة، بينما هنا حسين عبد الواحد صاحب الهدف الأول لنفط الوسط. الآن اللاعب اللي سجل لأمانة بغداد ترك المباراة بالبطاقة الحمراء. رضا فاضل. السؤال المطروح: هل يستثمر نفط الوسط النقص العددي بصفوف أمانة بغداد أم هناك كلام آخر للأمانة؟ هذا متروك لأداء الفريقين. راجع لي حسن خيري، أمامية من حسن. نفط الوسط من هناك أحمد عبد الحسين، عملية تمرير حرة مباشرة وخطأ. سلامة لي دلي، كريم دلي. حرة مباشرة في ساحة لعب فريق أمانة بغداد. اللقطة الماضية حرة مباشرة لنفط الوسط. الأخطاء 10 نفط الوسط، 8 ضد الأمانة. ليث تحسين على التنفيذ لنفط الوسط داخل منطقة الجزاء، بعد من دفاعات الأمانة. راجع الكرة، حاول من عبد الله خلف إلى التماس لنفط الوسط. عبد الله يحاول، راجع لسامر محسن.
تمرير من علي، تسديده قويه جدا من دلي، بعيد الكره الى ركله كريم دلي. لاعب نفط الوسط، والتسديده اللي ضاعت عبد السليم حماد. الامانه عاليه الكره، بلال خضير مع خيري، تقطع الكره، كرار علي بري داخل منطقه الجزاء، خطيره الكره، تابع من جاسم، راجعه هذه المره ليتقي من هناك الى التماس لفريق امانه بغداد. عالية الكرة، كرار، وسهلة جدا من كرار علي بري إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى لنبط الوسط، هاني يلعب الكرة، حاول كرار إلى النيجيري أولاديو، وإلى ركلة مرمى. أولاديو اللاعب النيجيري، هدفين على كربلاء، المباراة اللي انتهت بال3-1 لأمانة بغداد. ليث تحسين يلعب الكرة من هناك، أحمد عبد الحسين، أيمن، الأمانة، والكرة إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى لأمانة بغداد. طبعا هذا أحمد عبد الحسين، اللاعب اللي يمثل النجف ولعب للزوراء بفترة من الفترات. أيمن الزيد، أمانة بغداد، عبد الكريم دودو، عيد الكرة، إبعاد هذه المرة من عبد السليم حماد، كرة بها الوسط، فلورنت ديدار، قطع للكرة، كان حسين عبد الواحد اليمين، عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، ميلاد قريب، وتدخل من سامر محسن إلى تماس لأمانة بغداد. ميلاد فلاح، الأمانة، طبعا الأمانة النادي اللي تأسس عام 57 باسم الإسالة. سنتكلم عن تاريخ الأمانة بعد هذه الكرة. إبعاد من عبد الكريم، حسين عبد الواحد، عيد الكرة، لحسن خيري، محاولة الآن، راجع الكرة، بلال بالوسط، أحمد عبد الحسين دلي، تمريرات جيدة لحسين عبد الواحد، تمريرة من هناك، محاولة خطيرة لنبط الوسط، ابعاد من الدفاعات، راجع لأحمد عبد الحسين مع عبد الكريم أو مع كريم دلي، الخطأ هنا حرة مباشرة، الخطأ على ليث تحسين. ليث تحسين عسل سنوات طويلة في نادي النفط، وأيضا هذا اللاعب مثل النفط جاسم محمد بفترة من الفترات.
ليث خطأ، بينما هنا أيمن رزيج للأمانة. فلورنت ديدر العاجي يعيدها، أمانة بغداد محاولة، كرار علي بري، تحضير مع علي خليل، محاولة الآن، راجع الكرة، أيمن يعيدها لعبد السليم حماد، كرة بالوسط، أحمد عبد الحسين قطع للكرة، تقي من هناك، استخلص الكرة بشكل جيد، لكن النهاية إلى تماس لنفط الوسط. أولاديو هجوم الآن، محاولة، حاول يبر، ضاعت الفرصة، كان ممكن للأمانة. كرار علي بري وفرصة ضايعة. لاحظ المرور الممتاز والنهاية، لكن حلوة كانت. جاسم بفاصل جيد، وبالسلامة لهاني شاكر حارس مرمى فريق نفط الوسط. أمانة بغداد طبعا تأسس عام 57 باسم السالع، وأسماء مثلت السالع في ذلك الوقت، يعني ناصر تشيكا وقاسم زوية، جبار رشك. بال 74 أصبح البلديات، وفي 77 أصبح الأمانة، 2009 أصبح نادي بغداد. طبعا كبير ثار أحمد كان بالصورة، المدرب اللي أحرز الدرع ل3 مرات مع الطلبة ومع أربيل طبعا لمرتين. مع الأمانة كمستشار فن، إدارة الأمانة تعاقدت مع المدرب طبعا ثار أحمد، وسبق أن درب أمانة بغداد بفترة من الفترات بالنسبة لثار أحمد، مع الكادر التدريبي مع وسام طالب وخلدون إبراهيم ومنير جابر وهيثم خليل كمدرب. خطوة جيدة طبعا لأمانة بغداد. كنا في 77 كان الأمانة، 2009 بغداد، 2014 أمانة بغداد. اسمها مرت بتاريخ الأمانة، يعني تتحدث عن الراحل صباح عبد الجليل، أرام برسم، باسم قاسم، عبد الزهر أسود، عناد عبد، غانم عريبي، غازي هاشم، كريم علاوي، خليل علاوي، كريم كردي، وكريم كامل، باسل قورقيس، جعفر عبد الحسين، وهادم طنش. اعتقد اللاعب ربما مرتجى عادل، ربما في اول ورقه لسيد عباس عطيه مدرب فريق نفط الوسط. اذكر امانه بغداد منذ الدقيقه 60 ب10 لاعبين بعد طرد للاعب اللي سجل الهدف رضا فاضل. هاني شاكر نفط الوسط، حسن خيري أمامية، تقطع، فلورنت ديدر، تمريرة، كرار من هناك لجاسم محمد، محاولة داخل منطقة الجزاء، كرار علي بري، خطيرة للأمانة للأمانة للأمانة، عالية، والمتابعة من هناك، طالت الكرة إلى ركلة مرمى. حلوة من الأمانة، يعني أمانة بغداد ب10 لاعبين، والطموح لا زال موجود، والمحاولات
على مرمى فريق نفط الوسط اللي مكتمل العدد. هذا جاسم محمد. هدفين طبعا على النفط وعلى النجف بالنسبة لجاسم محمد. أحمد تركي غاب كثير. كرة تلعب من هناك إلى اليسار. راجع الكرة. نفط الوسط. بلال بالوسط. راجعة من علي رزاق. تمريرها إلى الأمام. محاولة. أحمد مع حسين عبد الواحد. أحمد عبد الحسين. هجوم الآن. عالية وبعيدة إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى لأمانة بغداد. ربما هناك تغيير. لاعب مرتجع عادل ناصر بورقة لسيد عباس عطية بصفوف فريق نفط الوسط. ليث تحسين يترك المباراة إلى مرتجع عادل ناصر، لاعب اللي سبق الممثل نادي دهوك ونجم طبعا نجم الميناء عادل ناصر، وعمه اكيد لاعب الميناء والطلبه والمنتخب الوطني محمد ناصر اللي هو الان عضو اتحاد الكره. مرتجع يشترك لأول ورقة لعباس عطية. هذا عبد الكريم دودو، بينما بالصورة ميلاد فلاح كابتن أمانة بغداد يلعب الكرة. طالت إلى هاني شاكر. راجع الكرة سهلة جدا. حسن خيري تمرير الآن. علي رزاق يعيد الكرة لحسن. نفط الوسط. تمرير الآن. محاولة سهلة جدا. أصبح مرتجع بالمقدمة وخلفه راح يكون أحمد تركي. يعني دفع بمهاجم بالنسبة لعباس عطية يبحث عن هدف. تغيير إلى الجهة اليسرى. محاولة الآن. خطأ وحرة مباشرة لنفط الوسط. كرة اللعب. تمرير كريم دلي. تمرير للكرة. مرتجع وقريبة جدا وإلى الركنية. تقطع من عبد الكريم دودو.
مدافع ما نكبر. ركنية سادس على ما يبدو لفريق نفط الوسط. نفط الوسط وعملية البحث المستمر عن هدف. دلي كريم على التنفيذ داخل منطقة الجزاء الرئيسية وتصل إلى عبد السليم حماد. أتى من الميناء إعارة، كان مع الكرخ. بالنسبة للحارس عبد السليم حماد حارس مرمى فريق الأمانة. ميلاد عالية الكرة، قطع من بلال. أولاديو يحاول لكن إلى ربما الركنية. خلينا نشوف لأمانة بغداد. الدقائق العشر على نهاية اللقاء، تعادل بالواحد. حسين عبد الواحد سجل لنفط الوسط، عدل رضا فاضل من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الأول. بعد ذلك طرد طبعا رضا فاضل. ركنية الآن للأمانة، عالية داخل منطقة الجزاء وضاعت بهذه الطريقة. ننتظر القرار، يطالبون بشيء. لاحظ اللقطة الماضية ما كملت إلى ركلة مرمى. هاني الشاكر قريب، كرر علي بري يطالب الحكم، كان هناك دفع ما شفناها باللقطة بالإعادة. هاني شاكر، هاني يلعب الكرة لحسن خيري. عالية الكرة، مرتجى من هناك، راجع الكرة. عبد الله خلف، تماس الآن لنفط الوسط وتغيير آخر. تغيير الآن تغيير لاعب بونجو، ابعاد لي الكرة. أمامية كرة للأمانة. المحاولة إلى جاسم محمد، إذن صاحب الهدف ترك المباراة. إلى اللاعب بونجو قادم الجديد. انطلاق الآن من اليسار، محاولة من عبد الله خلف. ناثيونال بونجو وهنا بالسلام لكرار علي بري، لاعب اللي سبق اللاعب للصناعة ولاعب للقوى الجوية. سلام لي كرار مع علي بري، هو اشترك بالشوط الثاني كبديل. كان بالصورة طبعا مرتجع
عادل الناصر. هذه اللقطة، هل هناك شيء؟ حكم قريب، ولاحظ بلال وكرار علي لقطة الماضي. قرار طبعا لمهند مناف 258 أو 259 هدف مع الهدفين في 126 مباراة. يبقى ايمن حسين بصدارة هدافي دورينا لغاية الآن ب 13 هدف، لاعب القوى الجوية والمنتخب الوطني. الدالي لاعب نفط ميسان ب9، ومحمود خليل 8، وابراهيم غازي 2. تأجيل طبعا مباراة الكهرباء وكربلاء بسبب ارتباط طبعا بنصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لغرب آسيا مع العهد اللبناني في سلطنة عمان. توفيق للكهرباء في بطولة الاتحاد الآسيوي. ختام مباريات اليوم ديربي بغداد بين الشرطة طبعا والزوراء، وغدا ختام مباريات هذه الجولة النفط مع النجف واربيل مع نوروز. ايمن رزيد للامانة عالية، ابعاد من احمد عبد الحسين، علي رزاق قريب، قطع للكرة، تمرير الى اليسار، محاولة، قطع للكرة إلى التماس. التماس الآن ميلاد فلاح، اعتقد ربما محمد ابراهيم اشترك بصفوف الامانه. كرة اللعب، ايمن من هناك، عاد للكرة لبلال، نفط الوسط، عملية تمرير لعبد الله خلف، لعب الكرة، تقطع هذه المرة. من هناك الانطلاقة من جاسم محمد، تمريرة علي والتحضير والتسديدة لكن إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى، هذا اللاعب محمد إبراهيم، اعتقد كرار علي بري ترك المباراة بداعي الإصابة. شاهد محمد إبراهيم بصفوف الأمانة، انطلاقة من اليمين، أحمد عبد الحسين لنفط الوسط، مرتجى يحاول بالوسط، لاعب بونغو، كرة اللعب، فلورنت ديدار، أمانة بغداد، تقي فلاح، هذا التقي بالوسط، تمرير من هناك إلى فلورنت ديدار، ميلاد
خطيرة 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 للأمانة وإلى ركنية. ركنية لأمانة بغداد، اصطدت بكريم دلي لاعب فريق نفط الوسط. الثواني الأخيرة وسنلعب في الوقت بدل ضاع، تعادل 1-1. حسين عبد الواحد لاعبين اللي سجلوا الاهداف اثنينهم تركوا المباراه. حسين عبد الواحد لنفط الوسط، رضا فاضل من ركله جزاء، وبعد ذلك الطرد كان لرضا فاضل. يعني الامانه نصف ساعه منذ الدقيقه 60 يلعب منقوص بسبب طرد رضا فاضل. ركنيه الان لامانه بغداد. سامر يترك المباراة لأحمد محمد. بصفوف نفط الوسط. ركنية الآن للأمانة، أمانة بغداد. كرة اللعب 4 لاعبين مقابل 7، وابعاد من دفاعات نفط الوسط. شوف 4 لاعبين من عندنا مقابل 7. هذا اللاعب تيري يشترك بصفوف الأمانة. جاسم ترك المباراة، جاسم محمد عقلة للاعب تيري أنانينج. ركنية فريق اللي منقوص العدد هو اللي يهاجم. أمانة بغداد. الركنية الآن عالية داخل منطقة الجزاء ومسك من هاني شاكر. هاني شاكر حصل على الكرة. اعتقد يعني المباراة والتعادل بالواحد. فلورين محاولة الآن أولاديو إلى اللاعب تيري، ولكن إلى تماس. أصبح قائد للفريق حسن خيري بعد أن ترك المباراة. حسين عبد الواحد بصفوف فريق نفط الوسط. أمانة بغداد والمحاولات. ميلاد فلاح داخل منطقة الجزاء، ابعاد من الدفاعات. عملية تحضير من مرتجى. يحاول عبد الله تمريرة خاطئة. أولاديو والتحضير والمرور بشكل جيد، المحاولة والتسديدة لكن إلى ركلة. أمانة بغداد بمحاولة على مرمى طبعا نفط الوسط. هاني شاكر الثواني الأخيرة. راجع من فريق الأمانة، ابعاد هذه المرة من علي رزاق. كرة بالوسط، عملية تحضير. ديدر حاول مع تقي فلاح، ربما في كرة أخيرة. التمرير راجع الكرة عالية للأمانة داخل منطقة الجزاء، ابعاد من الدفاعات.
وصافرة الحكم مؤند مناف تنهي أحداث اللقاء. التعادل بالواحد بين أمانة بغداد ونفط الوسط. سجلت الأهداف طبعا عن طريق حسين عبد الواحد بالدقيقة 9 لنفط الوسط، عدل بالوقت بدل الضائع طبعا من الشوط الأول رضا فاضل من ركلة جزاء لأمانة بغداد. التعادل الإيجابي ما بين الفريقين. ألتقيكم مباريات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.